عبر المصري طارق مصطفى المدرب السابق لنادي أولمبيك آسيوي لكرة القدم عن سعادته بما حققه الموسم الماضي مع القرش المسيوي بعد أن نجح في إنهاء الموسم بالمركز الرابع ضمن جدول ترتيب الدوري الاحترافي. وقال طارق مصطفى في تصريح خاص به سبورت: أشكر كل مكونات نادي أولمبيك آسيوي على الفترة التي قضيت مع الفريق، وقد عشنا لحظات فرح وحزن مع بعضنا، والأهم أننا أنهينا الموسم في مركز رابع مشرف جدا. وأضاف المتحدث نفسه: عقدي مع أولمبيك آسيوي انتهى مع نهاية آخر مباراة في الدوري. أنا مدرب طموح ورغبتي كبيرة في تحقيق الأفضل موسما بعد آخر. الآن أنا في فترة إجازتي. تلقيت مجموعة من الاتصالات من بعض الأندية لكن ليس لدي اتفاق رسمي حتى الآن. واختتم: فخور بكل تجاربي في المغرب سواء مع الدفاع الحسني الجديد أو سريع وادي زم أو أولمبيك آسيوي، وإن شاء الله القادم يكون أفضل بكثير، لأنني من نوعية المدربين الذين يطمحون دائما للسير إلى الأمام.